الفيديو ده انا بتمنى ان هو يوصل لاي واحد عنده مشكلة فعلا في الكارير بتاعه، مش عارف يترقى، مش عارف يوصل للمكانة اللي هو من وجهة نظره ان هو يستاهلها، حاسس ان هو مظلوم او مش قادر يحقق اللي هو فعلا بيتمناه. ارجوك اقف مع نفسك وراجع معايا كويس قوي الاربع نقط اللي هقولهم لك دلوقتي، وتاكد كويس قوي ان انت بتقوم بيهم بصورة بيرفكت، لان دول هيساعدوا جدا في ان الناس اللي حواليك يشوفوك بصورة كويسة. اول نقطة لازم تفهمها ان المدير بيحب الناس اللي بتأثر بصورة ايجابية على اهدافه هو الشخصية. يعني من الاخر هما بيحبوا الموظف اللي فاهم اولوياته ومسؤولياته كويس، وفي نفس الوقت برضه هو فاهم اولويات التيم كله بما فيهم مديره. فعلشان كده دايما في كده حاجة اسمها جولدن كويشن او السؤال الذهبي. ده سؤال بتسأله لمديرك قبل ما تبدأ تعمل اي حاجة، بتقول له كده بصورة واضحة: انا عايز اعرف منك انت ايه الشكل النهائي للنتيجة اللي انت متوقعه، التاسك ديت امتى تطلع بصورة انت تبقى مبسوط منها. فانت هنا كده هتطمن ان انتوا الاتنين ماشيين على نفس التراك. تاني حاجة، المديرين ما بتحبش المفاجآت. في قانون كده اسمه نو سربرايز رولز، اي خطر انت متوقع ان هو يحصل ارجوك خلي مديرك معاك في الصورة فيه، لانها بتخلي شكلك وحش وبتخلي شكله هو كمان اوحش. تالت حاجة، المديرين بتحب الناس اللي بتقدر تتحكم في الايموشنز بتاعتهم، وهم تلات حاجات ابعد عنهم. اول حاجة الذعر، انك تخاف قوي وعلامات الخوف تبان على وشك من اقل حاجة. تاني حاجة الدفاعية، ان انت مجرد ما حد يتكلم معاك تحس ان هو وجه لك اتهام وتبدأ توزع الاتهام على كل اللي حواليك. تالت حاجة الاوفر رياكت، ان انت تتضايق قوي من مواقف بسيطة، ان انت تنفعل قوي من موقف عادي. فبالتالي لاحظ دايما حدة ردود افعالك ومدتها. رابع حاجة وديت سهلة جدا، المديرين بتحب الناس اللي بتسهل حياتهم. ابدأ كده قيم امورك واعرف مسؤولياتك كويس واعرف تاسكاتك، وابدأ وزع الشغل على نفسك من نفسك. اعمل فولو واستنى الفيديو الجاي.